السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا دلوقتي حل ليسون 3 في تشابتر 2 المagnetic فورس. قال لك الفورس اكتنج اون ا واير. نبص على الاسئله اللي موجوده معانا لان في بعض البروبلمز دي هنضطر ان انا اقولها تاني في الحصه لان هي معتمده على التطبيق بالدايركشن بفليمنج ليفت هاند رول بايدك. فهنا لما نيجي نطبق، خلي صبعك السبابه اللي هو الايه بيو اللي انت عارفه نازل لتحت كده مع دايركشن البي اهو كده. وطبعا صوابعك الثلاثه الباقيين اللي ايوه لو انت فاكر الشرح بنخبط عليهم، هم بيحركوا هم اتجاه الاي. فاهمني؟ طيب انت دلوقتي الاي هو عايز يعرف دايركشن مين؟ قال لك في الشكل اللي قدامك ده الستريت واير شايل الكتريك كارنت. حلو. والالكتريك كارنت اللي قدامنا هو ماشي لقدام زي ما انت شايف كده. فبتطبيقنا للقاعده تطلع معانا الانسر هو دي. طبعا في بعض الناس هتبقى عارفه تطبقها وفي بعض الناس هتتلخبط، وده اللي هقوله لك الحصه الجايه على طول في حصه الحل على الليسون ده. فالانسر هتطلع دي. في ناس عرفت تطبق وفي ناس متلخبطه. معانا السؤال رقم 2 بيقول لك في الرسمه اللي قصادك دي انا عايز اعرف قيمه الفورس اللي مؤثره على الواير ده. في طالب بيفهم والطالب قال لك يا مستر الواير اللي قدامي ده، هو لو الواير كان مرسوم كده يا مستر زي ما انت رسمته لنا، او الواير مرسوم كده، كنا قلنا ان الواير بيربنديكولار مع المagnetic فيلد لاينز او الانجل 90. ولكن اللي حصل كان بخلاف ده. الواير اللي عندك هو بارالل مع المagnetic فيلد لاينز، وبالتالي الفورس اللي عليه بزيرو. تعالى نفس الفكره اللي اتكلمنا عليها تاني. انت عارف ان جوه السيلينويد او جوه السيركولار كويل لما الواير يكون محطوط على الاكسس هو اوريدي بارالل مع المagnetic field lines، فما فيش فرصة هتأثر عليه. not affected by any magnetic force. 4 بيقول لك wire carries an electric current of intensity، يبقى كده معايا الاي. حلو الكلام. بس هنجيب الآلة الحاسبة اهي معانا عشان نشوف الدنيا. قال لك الاي placed perpendicular، يبقى perpendicular يبقى دي كده معناها المفروض سيتا ب 90 مع magnetic field دي البي بتاعته. قال لك الاكتنج magnetic فورس، عايز اعرف الفورس بكام. طيب ان احنا قلنا ان الاف بتساوي بي اي ال. حلو. انا جيت اعوض ادي الاف. البي عندك بكام؟ ب 0.1. تروح على الاي تلاقيها ب 10، تلاقي ال مش موجوده معاك وتفضل تعيط جنب المساله. تعرف ان المستر قال لك ملحوظه زمان، قال لك لما اقول لك نمبر اوف تيرنز بير يونت لينس او فورس بس بير يونت لينس، معنى فورس بير يونت لينس يبقى انا اقصد بيها مين حضرتك؟ انا اقصد بيها اف على ال. يبقى انت هنا تقصد الاف على ال تكافئ 0.1 تايمز 10. يبقى فورس بير يونت لينس انك بتودي ال تحت الديفايدد الفورس، وبالتالي تطلع معاك 0.1 تايمز 10 تطلع معانا 1 نيوتن بير متر. ما هي دي قيمة الفورس بير يونت لينس، الفورس بالنيوتن واللينس بالمتر، عشان كده طلعت معانا 1. تعالى معايا بقى السؤال رقم 5. قال لك a wire of length كده معانا ال carrying electric current كده الاي while being placed in magnetic field دي كده، ده كده البي. عايز hence the magnetic force affecting on the wire when it makes an angle. انت كل شويه هيديك انجل يقول لك احسب لي قيمه الفورس. اول حاجه لما الانجل تبقى زيرو يبقى ده بارلل، تبقى الساين زيرو بزيرو، والفورس اللي عندنا هي بالساين. حلو الكلام. ايا كانت القيمه الموجوده عندك ساين زيرو بزيرو فالليله دي كلها بزيرو فتبقى الانسر زيرو. حلو الكلام. حلو. السؤال اللي بعده قال لك لما تبقى سيتا ب 45، فانا هكتب القانون فوق كده وهنعيد الكلام تاني. بي اي ال المره دي ساين السيتا الجديد. تعالى لي ساين 45 ادي ساين سيتا. تعالى نكتب الكلام بقى كذا مره. البي بكام؟ ب 1. البي ب 1 اهي من فوق اهي. طب والاي بكام؟ الاي ب 5 تايمز 5 تايمز، والال عندك هنا بكام؟ ال ب 10 سنتي، فانت هتروح تقول لي 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 تايمز بقى ساين الانجل اللي عليها الدور 45. هتطلع الانسر بكام؟ تعال 1 تايمز 5 ب 5 تايمز 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 10 باور ايه يا صاحبي هي بايظه ليه؟ دي معموله غلط، اظبط المود. يلا هنقول 5 تايمز 10
تايمز 10 باور نيجاتيف 2 تايمز ساين 45 هتطلع معانا الانسر بكام؟ بسم الله 0.353 اللي هي 0.354. تمام. انت عايز ايه؟ انت عايز المطلوب التاني الانجل ب 45. حلو الكلام. 45 اهو. كام يا صاحبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. فين الارقام يا صاحبي؟ فين الارقام؟ ما تقول 0.353 اللي هو اللي تشوز رقم ايه. صعبة؟ لا. يلا. لما الانجل تبقى 90 بيبقى ماكسيمم. يعني انت لو عايز ال 90 دي فماكسيمم، فانت هتاخد الجزء ده لوحده. ما هي انت هتقول ساين كام؟ هتقول ساين 90. طب جميل. فانت هتقول ساين 90 ب 1، فانت هتقول 5 تايمز 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. تطلع معانا الانسر بنص. يبقى الانسر بنص. تعالى 135، فانت هتقول ساين 135. برضه هتقول لي النص بقى اللي طلع اللي معانا، ما هي القيمه دي طلعت معانا بنص بقى خلاص. تايم الساين كام؟ تايم الساين 135. تطلع معايا الانسر ب 0.1414. 0. كام يا صديقي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. احنا عاملين الرقم صح؟ 0.5. لا احنا عاملين 0.2. 0.5 تايم الساين 135 تطلع معايا بكام يا صاحبي؟ 0.354 اللي هو اللي تشوز رقم بي. تاني انا بحل معاك واحده واحده. لما الانجل 180 هي الانجل لما تبقى زيرو فتبقى الفورس بزيرو. بس هي مجرد تعويضه انك بتجيب الرقم ده ومره بتميزه في ساين زيرو، مره بتميزه في ساين 90، مره في ساين 180، مره في ساين 135. تطلع معانا الانسر زي ما انت شايف. السؤال رقم 6 بقول لك ستريت واير اوف لينس كده معانا ال carrying an electric current intensity كده معايا الاي. hence the angle هو كده عايز الانجل. where the wire is positioned مع magnetic field يبقى كده البي. وانت خلى الفورس اللي عندنا ب3. اكتب القانون يا صاحبي ان الاف زي ما حضرتك عارف اللي قدامنا بتساوي بال ساين سيتا. قيمة الفورس اللي عندنا يا حضرات ب3 هتساوي البي ب5 تايمز الاي ب4 تايمز ال ب30 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 تايمز ساين سيتا. ونعملها كلها شيفت سولف. حد عنده اعتراض؟ يبقى انت قلت 3 تايمز 5 تايمز 4 تايمز شيفت سولف. تطلع الساين معانا بكام؟ تطلع الساين معانا ب30 على طول. اتفقنا؟ يبقى الانجل اللي ما بين الواير وما بين المagnetic فيلد لاينز هي 30 اللي معانا. تعالى السؤال رقم 7. السؤال رقم 7 بيقول لك انا عايز العلاقه ما بين الاف والبي. طب ما احنا قايلينها في الحصه في الشرح دايركت. بي لا انفرس ولا كونستنت. تعالى بقى السؤال رقم 8. السؤال رقم 8 حلو قوي. السؤال رقم 8 اللي موجود قدامك قال لك الواير في الوضع اللي انت شايفه ده. تمام؟ وير كاريز ان الكتريك كارنت وماشي في اي ومحطوط في اكسال ماجنتيك فيلد وبيربنديكولار عامل انجل 90. فالسؤال اللي بيطرح نفسه بما انه عامل انجل 90 فقيمه الفورس اللي عندك مالها؟ ماكسيمم. ولو الفورس ماكسيمم ما تبداش من الزيرو، فده كده غلط وده كده غلط. حلو. لكن انت لازم تكون ماكسيمم. ولكن اللعبه اللي موجوده عندك هنا انك لما بتيجي بتلف انت علاقتك مع السيتا ولا ساين السيتا؟ علاقتي مع السيتا. طب ما انت فاكر الساين ويف بتاع التانية ثانوي كده؟ انت لفيت 180 درجة، سوري 360 لفة كاملة. هنا عند النقطة دي نكبرها سيك. كبر يا صاحبي. تكبر دي حضرتك معايا اهو زي ما انت شايف اهو. لما تيجي تبص على الانجل دي يا فندم هتلاقي ان الانجل دي عندنا ب 90، الانجل دي ب 180، الانجل اللي قدامك دي 270، الانجل دي يا فندم 360. فلو حضرتك لفيت ربع لفه، لو انت بادئ من الزيرو بتلف كده ده كده ربع لفه. طب هو الراجل قال لك هيلف قد ايه؟ امسح بقى الكلام ده كله نشوف. ده في الربع قال لك روتيتد. هو هيلف. لا ده احنا قرينا الحته دي غلط. تعالى نقرا السؤال تاني واحده واحده. نقرا السؤال. قال لك in the opposite diagram a straight wire carries an electric current I placed perpendicular. يبقى اوريدي زي ما احنا قلنا 90 طبقا للرسمه.
uniform magnetic flux if the wire is rotated by 90 هيلف 90. طب ما هو لو لف 90 طبقا لاتجاه الدوران اللي قدام حضرتك، فهو لو واقف كده هيلف، هيبقى نايم كده. حد عنده اعتراض؟ هيبقى نايم زي ما انت شايف كده بالظبط. حلو. هو لف ونزل ونام كده، فلما نام قدامك كده بقى بارل مع المagnetic field لاينز، فالفورس بدل ما هي ماكسيمم بقت بزيرو. طبيعي هو فضل يميل زي ما انت شايف واحده واحده، فالفورس من ماكسيمم لزيرو تبقى تاخد الانسر دي، لان انت بتشتغل ساين ويف او الساين والكوزاين، تلف كده. فده كده اللي حصل خلال اول ربع لف. طب ده امتى بتاخد القيمه دي؟ القيمه اللي عندك دي لما تكون تتعامل مع الساين او الكوزاين، ما بتتعاملش مع الانجل نفسها. لان انت لو رحت شفت الشكل اللي انا برسمه لك ده كده وتعمل ستريت لاين دي كده، انت بتتعامل مع الفورس، بسم الله، بتتعامل مع الفورس وساين الانجل ساين سيتا، وطبعا القيمه هنا ما بين 0 و 1. اتفقنا؟ طيب السؤال اللي بعده، السؤال رقم 9. The opposite graph represents the relation between the force which acts on a straight wire of length. كده معاك اللينس معانا بكام كده يا سادة؟ كده دي قيمة ال due to uniform magnetic field and the current intensity passes in the wire. المسألة اللي قدامك دي ألف ب زي ما حضرتك عارف، احنا بنروح نجيب حاجة اسمها سلوب. السلوب اللي قدام حضرتك يا فندم هو y على x يعني f على i، وطبقا للقانون هو قال لك محطوط perpendicular relation between magnetic force acts on a wire of length uniform magnetic field current passes. هو عايز المagnetic field. فمبدئيا زي ما انت شايف، انت عارف ان الاف طبقا للقانون بتساوي بل، ماشي. فالراجل قال لك انا عايز البي. انت رحت جبت الفورس، فانت السلوب اللي عندك كان اف على اي، ارجع كما كنت، اف على اي يتبقى ليك بي تايمز ال، فاهمني؟ فالراجل لما راح سألك البي تايمز ال اهي، البي ديفايدد ال يتبقى لك بي تايمز ال، يعني السلوب يكافئ بي في ال. هو السلوب بتجيبه ازاي؟ قيمة من واي مع قيمة من اكس، بما انك بادئ من الاوريجن بوينت، فانت هتقول 1.2 ديفايدد كام؟ 2 هتساوي البي اللي انا عايزها تايمز قيمة اللينس، هنقول 0.6 بقى على طول. هتطلع البي بتساوي المفروض تطلع 1، لان انت عارف ديفايدد ده ب 0.6 وعندك هنا 0.6، فتطلع معانا 1. هنحسبها، ما هي 1، لا 1 على طول، 1 تسلا. يبقى اللي تشوز رقم كام؟ سي. تعال على السؤال رقم 10. السؤال رقم 10 سؤال حلو، سؤال جميل. سؤال رقم 10 قال لك two groups of wires X و Y carrying electric currents of the same intensity. يعني مبدئيا يا مستر الاي اللي معانا دي constant، الاي في X والاي في Y، and are placed in a uniform magnetic flux density B، فالبي constant. حلو الكلام. هو قال لك يونيفورم يعني قيمة ثابتة، قيمة البي ثابتة. The wires of group X are inclined at an angle theta، يعني بتوع X دول مايلين بأنجل to the direction of the magnetic field. لكن الوايرز بتاعت الجروب Y هم محطوطين perpendicular، يعني مبدئيا بتوع البربنديكولار دول الثيتا بتاعتهم بتساوي 90، لكن دول ليهم ثيتا معرفهاش اسمها ثيتا. The opposite graph represents the relation between the force and the length. فمبدئيا انت لو رايح تتعامل، انت عارف ان القانون بتاعك يا فندم ان الاف بتساوي كقانون بالساين ثيتا. فيا فندم مين كونستانت عندك؟ قال لك يونيفورم يعني البي كونستانت، وقال لك الاي كونستانت. فمبدئيا حضرتك لو رايح تتعامل مع المسألة دي، انا ممكن اروح شادد خط زي ما انت شايف لتحت كده واثبت ال اقول لك قيمة ال ثابتة، والعب على الشكل اللي قدامك. تعالوا نعد المربعات: 0 1 2 3 4، تحت هنا 1 2 3 4. فلو انت حبيت تجيب اف اكس كده، العلاقة الاول انا حطيت المربعات كده، الاف يا مستر من القانونين اللي فوق دول هي دايركت مع ساين ثيتا، يبقى اف اكس
على اف واي ساين سيتا اكس على ساين سيتا واي. طبعا اي حد مركز معايا هيعرف ان انا اقدر اجيب اف اكس. هنا الفورس بتاعت اكس تكافئ كام؟ 2. الفورس بتاعت واي تكافئ كام؟ 4، لان انا مثبت ال ساين سيتا اكس انا وانتوا ما نعرفهاش، بس سيتا واي بتاعت واي قايلينها بكام؟ ب 90، فاقول ساين 90. طبعا ساين 90 بواحد، ودي هتديك نص، والانجل اللي الساين بتاعتها بنص بتبقى 30، يبقى الانسر 30. اتفقنا؟ السؤال اللي بعده يا حضرات، نمسح الجزء ده مش محتاجينه اهو عشان نفضل نفسنا مكان. صلي على سيدك. قال لك two wires x and y of the same length carries an electric currents of ix و iy. العلاقة هنا ما بين الاف وما بين ساين الانجل. they are rotating in the same uniform يعني المفروض كده البي ثابتة. the opposite graph بيقول لك العلاقة ما بين الماجنتيود بتاع الفورس والوايرز اللي عندك وساين الانجلز. فانا عايز يا فندم اي اكس على اي واي. طب حضرتك هتجيب اي اكس على اي واي ازاي؟ هقول لك برضو ان الاف بتساوي بال ساين سيتا. حلو، انت قلت لي ان البي ثابت فطيرتها، ماشي. وقال لك مبدئيا سيم لينس، فبرضه ال ثابت طيرتها اهو. طيرنا ال وطيرنا البي. فلو انا رحت اجيب السلوب يا فندم، مبدئيا هو اف على ساين سيتا، يعني اف على ساين سيتا يتبقى عندك هو الاي فقط. يبقى حضرتك لو عايز اي اكس على اي واي يبقى ده بيساوي سلوب اكس على سلوب واي، هيساوي السلوب بتاع اكس هي الانجل دي كده، فاقول تان 30. تان 30. طب لو انت عايز سلوب واي هتقول الانجل دي كلها على تان 60. استنى نعملها بالآلة الحاسبة. تان 30 على تان 60 بتديني 1 over 3، يبقى الانسر سي. تعالوا يا حضرات نشوف السؤال رقم 12. سؤال رقم 12 معانا واحنا بنتكلم عليه دلوقتي. بيقول لك ايه يا صاحبي؟ بيقول لك ان مبدئيا انا عندي الشكل اللي قصادك ده، الشكل اللي قصادك ده بيستدعي من حضرتك شيء من التركيز. ان مبدئيا هي علاقة ما بين الانجل، ما بين الفورس وما بين الانجل. فانت عارف ان هنا لما توصل البيك انت عملت ربع لفة، فالانجل دي بزيرو دايما ودي ب 90، وبما انهم قد بعض فالانجل دي ب 30 والانجل دي بكام؟ 60. اتفقنا. وبناء عليه انت هتجيب علاقة ما بين الفورس وما بين ساين الانجل اللي قدامنا دي. اشمعنى الساين؟ لانك لو اتعاملت مع الانجل، احنا ما بنتعاملش مع الانجل، بنتعامل مع الساين، فاهمني؟ طب تعالى نحسبها الاول واحده واحده. انت لو رحت قلت لي بعيدا عن الساين، هي القيمه دي بعيدا عشان ما تتلخبطش، هي النقطه اللي انا محددها لك دي اللي باللون الاسود دي لو سمحت، دي عندها قيمه السيتا ب 90. كده قيمه الفورس عندك ب 10، يبقى كده اف ماكسيمم بيساوي 10. والاف ماكسيمم دي هي تكافئ ب اي ال ساين سيتا. عند القيمة دي يا فندم كانت قيمة الفورس الماكسيمم ب 10، ودي بي اي ال معرفهمش بكام، بس انا عارف ان دي ساين كام؟ 90. طبعا عارف ان ساين 90 ب 1، يبقى يا فندم بي اي ال كمقدار كله على بعضه يكافئ 10. كله على بعضه يكافئ كام؟ 10. صعبة؟ تاني يبقى البي اي ال على بعضها تكافئ 10. خلاص يا فندم انا فهمت الحته دي. تعالى بقى على الاف دوت. الاف دوت دي مبدئيا عشان نفهمها هتقول يا مستر الاف دوت دي بتساوي بي اي ال ساين سيتا. تعالى نعوض. الاف دوت اللي انا عايزها البي اي ال على بعضها ب 10 ساين الانجل اللي قدام الاف دوت بكام؟ 60. هتقول ساين تاني ساين 60 بقى على طول تحط سيتا ب 60 على الآلة الحاسبة. 10 تايمز ساين
60 5 روت 3. تطلع الانسر معانا على طول ب 5 روت 3 اللي هي دي. اتفقنا؟ كده خلصنا من السؤال 12. تعالوا يا حضرات على السؤال رقم 13 ونطبق القاعدة. بدنا الشمال الأول، صوابعك مع البي ماشية اهي بتشاور ناحية الشمال، الاي طالع لفوق، يبقى الفورس مبدئيا أنا وأنتوا عارفين إن هي اوت اوف بيج، يبقى يا إما دي يا إما دي. ده غلط وده غلط. تعال نحسبها بالأرقام بقى. هو عايز يعرف قيمتها. أنت معاك اللينس فأنت معاك ال ومعاك الاي ومعاك البي، وهو محطوط بيربنديكولار فسيتا ب 90، فهقول لك الفورس بتساوي بي اي ال. ادي الفورس، البي ب 0.4، الاي ب 5، ال ب 2، 2 في 5 ب 10، 10 في 0.4 ب 4، يبقى الانسر سي. طبعا ده غلط، يبقى الانسر بتاعتنا سي. يلا السؤال اللي بعده اللي هو السؤال 14. السؤال 14 يا حضرات صلي على حبيبك. انت هنا هتطبق القاعدة مرتين. تعالوا نزوم على الحتة الصغيرة دي اهو. الحتة الصغيرة اللي انا بزوم عليها قدام حضرتك بتروح تلاقي ان انا هشتغل على الشق ده لوحده. لما اروح اشتغل على الشق ده لوحده كده يا سادة اهو، هتطبق القاعدة. صوابعك مع البي لجوه، الاي بيلف، فالمفروض الجزء كيو الفورس اللي بتأثر عليه لتحت كده. هروح على الجزء ده البي خارجه، الاي ماشيه كده، فصبعك لفوق، يبقى المفروض الفورس بتأثر لهنا. فكده الرد اللي قدامك دي هتدور في الاتجاه ده كده. فكده الرد عند النقطة بي هتتحرك لفين؟ لفوق. وعند النقطة كيو هتتحرك لفين؟ لتحت. تعال نشوف التشويسز. قال لك دايركشن، ذا دايركشن اوف موشن عند التيرمينال مين يا فندم؟ بي. عند النقطة بي هتتحرك لفوق upward، وعند النقطة كيو هتتحرك لتحت downward، يبقى تشوز رقم سي. انت طبقت القاعدة، ولو في حاجة احنا بنتكلم فيها سوا بكرة مع بعض، بكرة وبعده. اتفقنا؟ انا بسجل لك الحاجة دلوقتي زي ما بعت لك على الواتس. شغال؟ السؤال اللي بعده بيقول لك the following figures shows a wire that carries an electric current of intensity I في different positions زي ما انت شايف in uniform magnetic field so the wire which is affected by the maximum. اولا ما يشتغلكش. لو انت بصيت على الواير اللي قدامك ده والواير ده والواير ده، هو في كل الاحوال، تعال نزوم على كل واير فيهم. امسح يا صاحبي الكلام ده كده اهو، ونبص على كل واير فيهم لوحده. بصيت على الواير ده اهو، لقيت ان مبدئيا مستر المagnetic فيلد لاينز زي ما انت شايف سواء عليه او جنبه هي اوريدي مخترقاه، نازله عليه بيربنديكولار. طب وده ما هي نازله عليه بيربنديكولار اهي. طب وده ما هي نازله عليه بيربنديكولار، حتى لو ما فيش موجود هو بيربنديكولار عليهم. ففي كل الاحوال بما انه عمال يلف، اعتبره زي السكينه بيلف يمين وشمال، ففي كل الاحوال هو بيربنديكولار، فتطلع الانسر دي. فاهمني؟ تعالى على السؤال 16 بنفس المبدأ، بس نحسبها واحدة واحدة بقى. السؤال 16 هنا اداك اللينس والاي والبي، فهحط كل واحدة فيهم بواحد. فتيجي تبص هنحط اللينس بواحد والاي بواحد والبي بواحد، وهو هنا بيربنديكولار، فهتقول الاف بتساوي بي اي ال، ده بواحد واحد واحد، يبقى الفورس ب1 نيوتن. تعالى هنا يا صاحبي، برضو هو هنا بيربنديكولار، وبرضو هنا سيتا ب 90، وبرضه هنا سيتا ب 90. حلو الكلام، جميل جدا يا مستر. فلما رحت اشوف بقى ده سيتا ب 90 وده سيتا ب 90، قلت اشوف الدنيا ماشيه ازاي. قلت ان انا برضه اعوض في قانون البل اهو يا فندم، بي اي ال. البي بكام؟ البي عندك بنص، يبقى حط نص. الاي ب2 حط ب2، ال ب2 حط 2، يبقى ده يروح مع ده تدينا 2 نيوتن. تعالى على تالت واحد، برضه هنعوض في قانون بس عندك انجل ما بين البي والواير. هتقول بي اي ال، البي عندنا بكام؟ ب2، الاي اللي ماشي ب3، اللينس ب1، السيتا هتقول ساين 30، ساين 30، يبقى الاف هتساوي 2 في 3 ب6، في ساين 30 بنص تديني 3 نيوتن. يبقى اكبر واحد فيهم 3، ثم ده ب2 يبقى 2، ثم 1، 3 ثم 2 ثم 1، تبقى الانسر سي. صعب؟ اعيد في حاجة؟ ان شاء الله لا. تعالوا على السؤال 17. طبعا ده بيشتغلك
ده الماجنتيك. شوف اللي اشتغلها، ما احنا خلاص خدنا بالنا، ما ينفعش يشتغلني تاني. هنا حضرتك الماجنتيك فيلد لاينز اهي يا فندم بربنديكولار على الواير، يعني دي اشتغاله، فسيتا هنا ب 90. مبدئيا انا رايح اشوف السيتا الاول، ولو الانجل دي 90 زي ما انت شايف، فالانجل دي هي الانجل اللي ما بين الماجنتيك فيلد لاينز او ما بين البي والواير ده، فتطلع الانجل دي 30، يبقى سيتا عندي ب 30. لو الانجل دي ب 60 فالانجل دي اللي قصادها برضو بكام؟ ب 60. يبقى من حيث الانجلز انا عرفت ان المعلم اللي قدامي ده الانجل هنا 90، الانجل هنا 30، الانجل هنا 30 وهنا 60. قال لك ستريت واير كاريز ان الكتريك كارنت اي، يبقى الواير مبدئيا هما نفس الواير معدي فيه نفس الاي، يبقى الاي ثابت. محطوط في 3 ماجنتيك فلكس ناسي اوف سيم ماجنتيك، فالبي ثابته، يبقى الاي ثابت والبي ثابت. تمام. واللينس قال لك هو نفس الواير فاللينس ثابت، فاللعب دلوقتي مرتبط بساين سيتا. صاحب اكبر ساين هو صاحب اكبر فورس، طبعا ده ثم ابو 60 ثم ابو 30، لان ساين 60 اكبر من ساين 30. فهتقول 1 وبعد كده 3 وبعد كده 2، 1 بعد كده 3 وبعد كده 2، ده اللي تشوز رقم سي. تعال على السؤال 18. السؤال 18 محتاج منك انك تكون مصحصح معايا، وده اللي انا قلت الفكره بتاعته النهارده. اولا لو رحنا على 19 الاول، تعال نروح على 18 نفهم اللعبه، لان انا حليت معاك 19 النهارده في الحصه، النهارده وامبارح هنحله تاني عينيا. اما نيجي نقرا السؤال لقيته بيقول لك in the opposite figure if the magnetic force acting on السيجمنت AB كان قيمتها F. تعال نصغر سيكا وبعد كده بنكبر تاني. يبقى السيجمنت AB دي اللي قدامنا دي كانت الفورس اللي بتأثر عليها F. حلو. انا عايز اعرف الفورس اللي هتأثر على السيجمنت BC هتبقى كام؟ يا عم الحاجة سهلة، تعال نزوم ونشتغل ونتوكل على الله. انت واحد لازم تجيب لي الفورس اللي بتأثر على السيجما اي بي بكام. يا مستر سهل، هتقول لي الفورس اللي بتأثر على اي بي بتساوي بي اي ال ساين، والانجل كام يا صاحبي؟ لو انت كملت ده كده على الاخر هتبقى 90، يبقى ساين 90 اللي هي في الاخر في الاول وفي الاخر بتساوي بي اي ال اللي هي بتساوي اف، يبقى البي الاف بتساوي بي اي ال. ده مبدئيا. بس انهي لينس؟ استنى كده نكون مور اكيوريت. انهي لينس يا صاحبي؟ اللينس اي بي يكافئ فورس. الحته دي خليها كده على جنب. جميل جميل يا مستر. وبناء عليه يا حضرات تعالوا بقى نجيب الفورس المؤثره على السايد بي سي، هتبقى برضو بي اي ال، بس انهي لينس؟ بي سي تايمز ساين. فين الانجل؟ انا يا مستر لو كملت الخط اللي قدام حضرتك ده، الخط اللي قدام حضرتك ده بالصوره دي كده اهو اهو. فمبدئيا طبقا للمagnetic فيلد لاينز الانجل دي 90. طب الانجل اللي انا وانتوا بنتناقش عليها دلوقتي اللي هي ما بين مين ومين يا فندم؟ اللي هي دي سيتا، تعالوا نسميها سيتا داش. سيتا داش اللي قدامنا دي، ارجع كده ورا، سيتا داش اللي قدامنا دي هي تكافئ 90 ماينس سيتا الكبيره اللي هو مديها لنا دي. حلو الكلام. فانا راح اقول لك ساين سيتا داش يعني تكافئ، ارجع، بي اي في اللينس بي سي ساين بقى ايه؟ شيلها وحط القيمه دي 90 ماينس سيتا. حلو الكلام. جميل، مفيش ادنى مشكله، على الله. وبناء عليه انت عارف يا صاحبي من زمان ان الساين ال 90 مع الساين بتقلبها كوزاين، تروح كاتب نفس الكلام بي اي اللينس بي سي كوزاين سيتا. ما انت عارف المقدار ده بيتقلب من ساين لكوزاين. حلو، كمل. طب ما انت يا صاحبي عارف ان كوزاين الانجل سيتا دي، الكوزاين ده يا صاحبي اللي قدامنا اللي انا عمال احدد لك عليه ده، الكوزاين ده بيساوي الادجيسنت على الهايبوتنس. الادجيسنت اللي هو اللينس اي بي على اللينس بي سي، يعني انا اقدر اشيل ده واحط مكانه اللينس بي سي ديفايدد اللينس اي بي الاول، ويت، اللينس اي بي
الادجيسنت اللي هو ده اللي هو اي بي على الهايبوتنس اللي هو اللينس بي سي، ونزل لي المقدار ده زي ما كان. المقدار ده كان بي اي ال بي سي ديفايدد 1. طب ما انت هتلاقي ان ده هيطير مع ده، هيتبقى ليك ان الفورس اللي على بي سي تكافئ بي اي واللينس اللي هو مين؟ ال اي بي. قال له طب ما ده هو اللي فوق ده، يبقى برضه يكافئ نفس قيمة الفورس. اتفقنا؟ يبقى equal to F اللي تشوز رقم سي، وتبقى انت فهمته. تعالى على السؤال 19. السؤال 19 مش هياخد مننا مجهود ان شاء الله، لان احنا حلينه في الحصة بالظبط بالارقام. لما رحت لقيته يا فندم، لقيت السؤال 19 اللي قصاد حضرتك قال لك انا عايز المagnetic فورس اللي بتأثر على السيجمنت اي بي. طب ما اللي بيأثر على السيجمنت اي بي هتبقى بزيرو لانها بارل مع المagnetic فيلد لاينز. تعالى قال لك انا عايز المagnetic فورس اللي بتأثر على السيجمنت بي سي. رحت اشوف فين بي سي، صلي على سيدك، لقيت ان باللون الاحمر. امسح ده بس الاول، هات لي بي سي. ادي بي سي اهي. طب ما انت عايز تحسب الفورس، هتقول بي اي ال. البي بكام؟ قال لنا البي بكام يا رجاله؟ ب 0.15 تسلا. يبقى انا هروح انا كاتب، تعالى نصغر كده سيكا عشان تبقى المساله معانا. هكتب هنا ادي الفورس اللي عايزها ب 0.15. ادي البي. الاي اللي ماشي بكام؟ ب5. طوله كام؟ 16 سم. هقول 16 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. تعالى نكتب سوا ونقول 0.15 تايمز 5 تايمز 16 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. تطلع معايا الانسر 3 على 25 اللي هي 0.12. فين 0.12 اللي هي سي اهي. شغال الحمد لله. تعالى على اللي بعده. قال لك انا عايز طبعا انت ما خدناش سيتا لانه بيربنديكولار. احنا قلنا ان الماجنتيك في لاينز هي رايحه فهي ب 90 زي ما انت عارف. هو عايز على مين بقى المطلوب الثالث؟ على السيجمنت سي دي. طب ما احنا لسه ثابتينها ورا ان الفورس اللي على السايد ده، الفورس اللي على السايد ده اهي هي نفس الفورس اللي على السايد ده. بس تعالى نحسبها بالارقام تاني واعمل نفسك مش واخد بالك. تعالى نزوم على المساله اهي، وانا هناخد الستريت لاين اللي انت شايفه معانا ده يا فندم كده اهو حضرتك اهو، ونقول الانجل لو دي 60 فالانجل دي 30، ونحسب نفس المسألة تاني. هنقول 0.15 تايمز الاي ابو 5 تايمز اللينس بقى عندنا. طبعا انا مش بقول هنا، انا بقول ناخد اللينس كله ده اللي هو كام؟ 32 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 تايمز الانجل اللي عندك اللي هي ساين 30. هتطلع برضه معاك الانسر 0.12. خلاص، اللي هو اللي تشوز رقم كام يا فندم؟ اللي تشوز رقم دي. اتفقنا؟ يلا السؤال رقم 20. السؤال رقم 20 يا حضرات بيقول لك the opposite figure shows a rectangular current carrying a coil ABCD that is placed perpendicular to the magnetic field. So the ratio between the magnetic force affecting a segment AB. فين AB اللي هي دي؟ ليه المagnetic force اللي بتأثر على السيجمنت بي سي اللي هي اللي باللون الأحمريكا دي. حلو الكلام؟ جميل، أنا معاك. مالها بقى؟ أقول لك مبدئيا أنت عارف إن قانون الفورس الأي اللي ماشي هنا. تعالى بقى نشيل الكلام ده وأقول لك الأي اللي ماشي هنا هو نفس الأي اللي ماشي هنا هو نفس الأي اللي ماشي هنا. فلو أنت رايح تعوض لي في قانون إن الإف بتساوي بال ساين سيتا، فانت هتروح تقول ان مبدئيا يا مستر الاي ثابت لان الاي اللي ماشي هنا واللي ماشي هنا، وهما الاثنين محطوطين في نفس البي فالبي ثابت، وهما الاثنين محطوطين بيربنديكولار فساين سيتا ثابت. تبقى الفورس دايركت مع اللينس. يبقى انت لو عايز الفورس اللي بتأثر على السايد اي بي ديفايدد الفورس اللي بتأثر على السايد بي سي، هيبقى تجيب لينس اي بي على لينس بي سي اللي هو بكام يا صاحبي؟ هنا عبارة عن ال اهو، امسح دي كده عشان الناس تشوف. اللينس ده بال واللينس ده بكام؟ 2ال. تطير ده مع ده تطلع الانسر نص. فين نص يا معلم؟ نص اللي هي less than 1 اللي هو اللي تشوز رقم بي. ده السؤال 20. تعالى على السؤال اللي بعده. تعالى بقى شوف الروقان. السؤال اللي بعده يا حضرات بيقول لك ايه يا فندم؟ بيقول لك ان عندك واير قيمته اي او الاي اللي ماشي فيه باي.
نقرا السؤال بس الاول. وبعدين الويت بتاع الواير بكام يا صاحبي؟ باف. suspended معناها متعلق parallel to the ground and perpendicular to the magnetic flux density B shown in the opposite figure. Then when the current passes through the wire لما الكرنت عدى الواير اتأثر بمagnetic force قيمتها كام يا صاحبي؟ 2 اف. فأنا عايز أشوف الفورس الكلية اللي بتأثر، فقلت لك صلي على النبي. أنا يا مستر في البداية عارف إن الواير ده الويت بتاعه لتحت قيمته كام مبدئيا؟ اللي باللون الأحمر ده، اللي باللون الأحمر يا مستر ده الويت اللي رمزه دبليو، واللي بيشد الواير لتحت بقيمة قدرها اف، هو اللي قال. طب لما رحت اطبق اشوف المagnetic فورس، رحت لقيت المagnetic فورس اللي عندك، اطبق القاعدة عشان اشوف دايركشن. ما قيمة المagnetic فورس الاف ام كمagnetic فورس قال لك ب 2 اف. طب طبقت القاعدة، صوابعك مع البي ده اللي بالازرق ده لفوق والاي ماشي كده، فتلاقي ان الفورس شوف المagnetic فورس عندك لتحت بكام اف؟ ب 2 اف. طب ما انت عندك هنا في اف و2 اف، يبقى التوتال او النت ماجنتيك فورس بكام؟ 3 اف، اللي هو اللي تشوز رقم دي. اللي تشوز رقم كام؟ دي. تعالى بقى على السؤال 22، نقرا السؤال 22 مع بعض. بيقول لك the opposite figure shows a cylindrical metallic rod AB مالها that has length كده معايا ال L وليها resistance كده معايا R made of mass كده معايا M، والرد دي تقدر تتزحلق زي ما انت شايف سواء كده او سواء كده، ماشي اهو، على frictionless surface parallel rails of copper مصنوعين من الكبر that have negligible resistance، وفي بطارية معايا ادي في نهاية ب 6 فولت has been connected. اللي قدامك دي اتوصلت مع الايه القضبان اللي قدامك دي اسمها ريلويز اللي موجودة عندك دي يا صاحبي. وقال لك ان ماشي وايل المagnetic flux density، يبقى انت عندك هنا في بي being directed perpendicular على الرد. عايز اعرف الاكسلريشن. طبعا ده نيوتن، انت رايح على نيوتن سكند لو ان الاف بتساوي ام اي. انت لو عايز الاكسلريشن هتساوي الفورس اللي بتحرك الواير على الماس. معايا الماس بس مش معايا الفورس، عيب عليك. ما انت عارف ان الفورس بتساوي ايه يا صاحبي؟ الفورس بتساوي بي اي ال على الماس. لا. طب يا مستر ما انا معايا البي اهو، اللي باللون الاحمر معايا البي اهي. فين البي؟ البي اهي كده معانا. طب وانا معايا يا مستر اللينس اهو. هل انت معاك الاي اللي ماشي؟ لا، فانت هتقول هتساوي سيب البي زي ما هي والال زي ما هو والماس زي ما هي. الاي اللي عندنا خد التقيله، ما انت معاك في بي ومعاك ار. هتقول يا مستر ما هو الاي بيساوي في بي على ار. الاي اللي بالاسمر ده هو بيساوي في بي على ار. هتساوي بقى، تعال نعوض تعويضه واحده، خبطه واحده. يلا يا صاحبي، قيمه الاي البي بكام؟ هقول 0.1 تايمز الفي بي ها ب6 تايمز اللايه اللي عندنا ب 20 سم يعني 0.2. الماس ب 400 بس هقول تايمز 10 باور نيجاتيف 3. الار اللي عندك بكام يا صاحبي؟ ب 2. يلا على الآلة الحاسبة صلي على حبيبك. كده هنقول 0.1 تايمز 6 تايمز 0.2، انزل تحت ادي ال 400 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تايمز 2، تطلع الانسر ب 3 على 20 اللي هي 0.15. 0.15 اللي هو اللي تشوز رقم سي. اتفقنا. يلا نروح على اخر سؤال في الواجب، ويبقى كده خلصنا الواجب النهارده الثلاث، يبقى كده خلصنا الواجب لمجاميع الاربع والخميس، بحيث انك جاي شفت الاسئله بتاعتك، حضرتك هتلاقي في الحصه اسئله بخلاف اسئله المعاصر مع افكار جديده ان شاء الله من كتب تانية. بتلاقي ستريت واير اي بي اللي قدامنا ده معانا اللينس بتاعه ادي ال placed in magnetic ادي البي. the magnetic force affects on the wire يبقى ادي الاف in the direction then the value. وانت عايز الاي. طب ما انت يا فندم عارف ان البي الاول كماجنتيود بيساوي بي اي ال ساين وهو بيربنديكولار فساين سيتا ب 90 يعني دي اوت. قال لك قيمه الفورس عندك بكام؟ قيمه الفورس ب 2.4. قيمه البي معانا ب 0.2.
قيمة الاي هو عايزها، اللينس ب 1.5. شيفت سولف نطلع الاي سوا يلا. 2.4 ها 2.4 equal 0.2 times 0.5 times alpha x وندوس شيفت سولف بتساوي معانا يا صاحبي 4 استنى كام يا صديقي؟ 2.4 0.2 times 1.5 مش 0.5 1.5 يا صاحبي. يلا شيفت سولف 24 لا لسه تطلع ب 8 يبقى الاي ب 8. الساعة دلوقتي 11:30 فلا تؤاخذونا على اي ارقام بتطلع بسرعة. 8 يبقى ده غلط وده غلط، يا اما دي يا اما بي. هنشوف مين فيهم طبقا للدايركشن. طبق القاعدة، البي داخل ولا خارج؟ ده خارج لفوق، والثمب اللي هو الابهام بيشاور لتحت، يبقى الاي ماشي كده من A ل B. يبقى الاي ماشي منين؟ من A لحد B. وده يا حضرات يبقى اللي تشوز رقم مين؟ من A لحد B و8 يبقى اللي تشوز رقم B، وتبقى دي غلط. اتفقنا كده يا حضرات؟ خلصنا الواجب بتاعنا واشوفكم على خير الحصة الجاية.